السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ النهاردة ان شاء الله في حلقة جديدة هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعملها بالكمون وهنعملها بحبة البركة وهنحشيها برضو بجبنة. تعالوا مع بعض هنا نشوف المقادير. هنا انا عندي دقيق فاخر الضحى، انا بستخدم دقيق الضحى ده لكل الاستعمالات. هاخد منه 3 كوبايات ونص اللي هو المج ده، 3 كوبايات ونص يعني نص كيلو دقيق. وعندي هنا معلقه كبيره من الكمون ومعلقه كبيره من حبه البركه، وعندي هنا كوبايه سمنه برضو بنفس المج ده، سمنه على زيت، نص كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت. وعندي هنا انا هستخدم جبنه بريزيدون، ممكن تستخدمي جبنه تلاجي، ممكن تستخدمي جبنه اسطنبولي. هنا عندي كوبايه لبن دافي فاتر يعني، وعندي هنا 3 معالق كبار من السكر عليهم رشة ملح، وعندي هنا طبعا الخميرة الفورية، عندي هنا كيس. تعالوا مع بعض نشوف هنستخدم ايه وايه اللي هنستخدمه الاول ونعمل. انا اهو هنا حطيت 3 كوبايات ونص من المج ده من كيس الدقيق اهو، يعني يعتبر نص، 3 كوبايات. وهبدأ ان انا انزل عليهم الخميرة بتاعتي الفورية، كيس الخميرة كده، واقلب وابدأ انزل السكر بتاعي برضو واقلب كده بالشكل ده. بعد كده انا هنزل هنا بالسمنه حبه حبه. ليه بقى انا هنزل هنا حبه حبه؟ عايزه الدقيق كله يتشرب السمنه دي، السمنه على الزيت، عايزه الدقيق كله يتشرب السمنه على الزيت بالشكل ده. لحد ما احط بس السمنه، عايزه اغلف الدقيق كله معايا هنا بالسمنه كلها، تبقى كلها شاربه من الزيت والسمنه. شايفين عندي انا كده حطيت هنا كل السمنه اللي كانت في الطبق، هنا كوبايه السمنه خلاص كده انا نزلتها كلها. بصوا العجينه معايا بدت ازاي، اتشربت السمنه كلها، السمنه اللي على الزيت اللي احنا حطيناها بصوا بقت عامله ازاي، شربت كل. انا عايزه العجينه عشان تطلع معايا حلوه لازم تشرب وما تنشفش معايا، تشرب من السمنه والزيت اللي احنا حطيناه كده. هي خلاص كده شربت كل، اتغلفت خلاص بالسمنه والزيت اللي احنا حطيناه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا هنا هعمل جزء هقسمها كده 2 كده بالشكل ده. هنا قسمت انا جزء، في جزء انا هعمله بالكمون وفي جزء انا هعمله هنا بحبة البركة، يعني انا هعمل جزء نصها كده بالكمون والنص التاني هنا اللي انا قسمته هعمله بحبة البركة واحشي جبنة. عندي اهي معلقة الكمون بتاعتي، اهيت هنزلها واقلب بالشكل ده قد ما هي تتغلف بالكمون خالص كده. وعندي الجزء التاني هنا هحط حبة البركة اهي، وبرضك اعمل نفس القصة بالشكل، اغلفها كده بحبة البركة. ممكن عادي تحطيها مع المكونات بتاعت الدقيق والخميرة، لو انت بقى تعملها مرة واحدة
حتى مش لازم يعني تكوني ضفتي السمنه، ممكن تعمليها مع الدقيق عادي كده وتحطيها، بس عشان انا هنا قسمتهم بالشكل ده. هاجي بقى معايا كوبايه اللبن، هنزل بيها كده واحده 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 لحد ما انا العجينه تتشرب معايا كده اللبن كله وتبقى طريه وحلوه. واعجن بقى، يعني انا هنا هبدا اعجن فيها كده لحد ما تلم. انا هنا عندي العجينه خلاص بعد ما لمت معايا، بعد ما انا نزلت عليها اللبن حبه حبه اهي لمت معايا اهيت، بقت حته واحده اهي. وادي العجينه التانيه برضو لمت معايا اهي، بقت حته برضو واحده اهي. هسيبها بقى في الطبق هنا وهغلفها بستريتش وهسيبها ترتاح. انا بس في نقطه نسيت اقول لكم عليها، ان العجينه هتفضلي تعجني فيها وتسقيها باللبن حبه حبه، تعجني فيها لمده 10 دقايق، يعني تفضلي تعجني فيها لمده 10 دقايق وتسقيها باللبن لحد ما تحسي ان هي لمت كده وبقت حته واحده زي ما انتم شايفين كده. ماشي. انا دلوقتي هغطيها بستريتش وهسيبها ترتاح من ساعه لساعتين، وكل ما بترتاح اكتر كل ما هي هتخمر وهتديني نتيجه احسن وتديني نتيجه كويسه. العجينه معايا هنا اهيت بعد ما خمرت، بعد ما سبتها ترتاح بعد ساعتين 3 4 حسب ما تسيبيها، كل ما تسيبيها هتخمر اكتر وترتاح. وادي العجينه التانية اهيت اللي احنا، تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. دي العجينه اللي هي بالكمون اللي احنا عملناها بالكمون، افرغ منها الهواء خالص، اعجن فيها كده افرغ منها الهواء كده، اخرج منها الهواء خالص. وبعد كده انا بقطع منها حجم كوره كده صغيره وبعملها بالشكل ده، شكل قرصه. ببططها كده، بفضل ابطط عليها كده لحد ما تطلع معايا قرصه، يعني بعملها كوره زي ما انتم شايفين كده، وبحطها بعد ما بعملها كوره ببططها اعملها قرصه زي ما انتم شايفين معايا بالمنظر ده بالشكل ده. وابدا ان انا ايه يبقى سمكها كده، شايفين سمكها لا رفيعه ولا تخينه قوي. واقللها معايا هنا في الصينيه وهكمل بقيه الكميه وبعد كده هرجع لكم. انا هنا اهي قرصتها خلاص، قرصت الكميه بتاعت الكمون كلها. وممكن نعمل لها شكل كده بالشوكه كده، يعني بالشوكه اديها شكل كده. نفس القصه هنا في برضو العجينه بتاعت حبه البركه، بس انا هنا عشان احشي مع حبه البركه جبنه. برضو هنعمل نفس القصه زي ما احنا عاملين هنا. انا طبعا غطيت هنا العجينه عشان ما ينشفش مني، لازم اول ما تحطي القرص بتاعتك تغطيه وتشتغلي عادي عشان خاطر القرص ما تنشفش منك. وهنا نفس القصه هنشوف مع بعض هنعمل ايه. وممكن برضو بتحشيها عجوه، لو الناس اللي بتحب العجوه ممكن برضو بتحشيها عجوه مفيش مشكله، بس انا عشان عندي ما بيحبوش العجوه فبرضو ممكن تحشيها عجوه. انا هنا فردتها قرصه هي عاديه خالص زي الاولانيه، بس هحط حته الجبنه وابدا اقفل عليها كده، ابدا ان انا اقفل عليها كده والفها كره تاني وارجع ان انا افردها قرصه عاديه خالص كده، اقفل عليها. انا هنا هي رصيتها في صينيه زي ما انتم شايفين اهو، رصيتها في ورق زبده على ورق زبده ورصيتها في صينيه وهدخلها الفرن على درجه حراره 200 في الرف الاوسط. ونص ساعه ابص عليها واشوفها اتحمرت من تحت، وبعد كده لو انت عندك الشوايه من فوق اديها لون وبعد كده هنشوف. انا هنا خلاص طلعت القرص من الفرن، بقى شكلها عامل كده خلاص بعد ما طلعتها من الفرن. طبعا انت بتغطيها 10 دقايق بفوطه وبعد كده بترجعي تقدميها في الطبق عشان تفضل طريه. بصوا طريه ازاي، بصوا من جوه عامله ازاي. دي اللي هي محشيه جبنه، اللي احنا حشيناها جبنه. بصوا طريه خالص خالص. وبالهنا والشفا، ويا رب تكون حلقتي عجبتكم النهارده. ما تنسوش تقولوا لي. وكانت معاكم ميرفت من مطبخ الحقيقه حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.